قرية تردين قرية كردية في جبل الكرد أو جبل الأكراد محافظة اللاذقية، ويتضح ذلك من اسمها. تردين في الكردية هو الشخص شبه المجنون كما يقال عنه بهلول. وصلتني معلومات القرية من أحد أبنائها وسأقرأ لكم الرسالة كما وردتني. تردين على ارتفاع 500 متر عن سطح البحر وعلى سفوح جبال الساحل تقع قرية تردين الجميلة. تردين تابعة لناحية كنسبة منطقة الحفة محافظة اللاذقية، تبعد عن كنسبة 3 كيلومتر وعن محافظة اللاذقية تقريبا 50 كيلومتر، وهي قرية كردية الأصل. حاليا لا أحد يتكلم الكردية بسبب عدم التواصل مع أقربائهم الكرد في المناطق الكردية الأخرى. من أهم عائلاتها زينبو، رمو، رشو، ببو، بالوش، قاسم. يبلغ عدد سكانها حوالي 500 شخص. تشتهر القرية بزراعة الزيتون والتفاح والخوخ، وبسبب الحرب لم تبقى سوى القليل من أشجار الزيتون. معظم سكانها كانوا غير موظفين بسبب بعدها عن المحافظة، وجميع منازلها متضررة من الحرب. معظم سكانها حاليا في مخيمات النزوح بانتظار الدعم لإعمار منازلهم، ولا يوجد فيها مياه للشرب بسبب قلة الينابيع، وهي بحاجة لحفر بئر ماء. المدرسة مدمرة وبحاجة إلى ترميم. ونحن، هذا ما يقوله ابن القرية، ونحن أبناء قرية تردين، وعبر صفحتكم الكريمة وقناتكم نناشد الجميع لمساعدة أهل القرية بترميم منازلهم المدمرة لكي يعودوا من المخيمات التي قضوا فيها 10 سنوات. ولكم فائق الحب والاحترام.